مكمل الكرياتين يعد واحداً من أشهر وأقوى المكملات الغذائية المستخدمة في عالم الرياضة وكمال الأجسام، وسبب انتشاره الكبير مش مجرد كلام على السوشيال ميديا، لكن لأنه من أكتر المكملات اللي عليها دراسات علمية حقيقية بتثبت فعاليته. في الفيديو ده هنتكلم بشكل واضح وبسيط عن إيه هو الكرياتين، بيشتغل إزاي جوه جسمك، فوائده الحقيقية، مصادره الطبيعية، الجرعات اليومية الصحيحة، وأهم نصيحة لازم تلتزم بيها علشان تحافظ على الكلى. الكرياتين هو مادة طبيعية بيصنعها الجسم بنفسه في الكبد والكلى والبنكرياس، وبتتخزن بنسبة كبيرة داخل العضلات. وظيفته الأساسية هي المساعدة في إنتاج الطاقة السريعة اللي الجسم بيحتاجها أثناء التمارين العنيفة قصيرة المدى، زي رفع الأوزان الثقيلة، تمارين القوة، الجري السريع، والحيط. الطاقة دي اسمها ATP، ومع التمرين الشديد بتخلص بسرعة، وهنا بيجي دور الكرياتين اللي بيساعد على إعادة إنتاجها، وده بيخليك أقوى وتتمرن بكفاءة أعلى. من أهم فوائد مكمل الكرياتين إنه بيزود القوة العضلية بشكل ملحوظ، وده معناه إنك تقدر تشيل أوزان تقيلة وتعمل عدات أكتر، وده على المدى المتوسط والطويل بيساعد على زيادة الكتلة العضلية. كمان الكرياتين بيساعد على تحسين الأداء الرياضي بشكل عام، وبيقلل الإحساس بالتعب أثناء التمرين، وبيسرع عملية الاستشفاء العضلي بعد التمرين، وده مهم جدا لأي لاعب بيلتزم بالتمرين المنتظم. بعض الدراسات كمان بتشير إلى أن الكرياتين ممكن يكون له تأثير إيجابي بسيط على التركيز ووظائف المخ. بالنسبة للمصادر الطبيعية، الكرياتين موجود فعلا في بعض الأطعمة، أهمها اللحوم الحمراء زي اللحم البقري، وكمان في الأسماك زي السلمون والتونة. لكن المشكلة إن كمية الكرياتين في الطعام قليلة جدا، وللوصول لجرعة فعالة هتحتاج تاكل كميات كبيرة جدا من اللحوم يوميا، وده صعب وغير عملي. علشان كده مكمل الكرياتين بيكون حل مناسب وسهل. الجرعة اليومية الموصى بها من مكمل الكرياتين بتكون من 3 إلى 5 جرام يومياً، ودي جرعة آمنة لمعظم الناس الأصحاء. مش ضروري تعمل مرحلة تحميل، لأن الاستمرارية هي الأهم. تقدر تاخد الكرياتين في أي وقت خلال اليوم، لكن يفضل بعد التمرين أو مع وجبة تحتوي على كربوهيدرات علشان امتصاص أفضل. أهم وأخطر نقطة لازم تاخد بالك منها مع الكرياتين هي شرب المياه. الكرياتين بيسحب المياه إلى داخل العضلات، ولو أنت مش بتشرب كمية كفاية ممكن تحس بجفاف أو صداع. شرب من 2.5 إلى 3 لتر مياه يوميا بيساعد على حماية الكلى، وبيخلي جسمك يستفيد من الكرياتين بأفضل شكل ممكن. في النهاية، الكرياتين مكمل فعال وآمن لو استخدمته صح، مع تمرين منتظم ونظام غذائي متوازن. ومتنساش إن المكملات مجرد عامل مساعد، لكن الأساس الحقيقي دايما هو التمرين، التغذية، والنوم الجيد. لو استفدت من الفيديو ومتأكد إن المعلومة دي هتفرق معاك في تمرينك، متنساش تعمل لايك علشان توصل لناس أكتر. ولو أول مرة تشوف القناة، اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عن التغذية، التمارين، والمكملات بدون تهريج أو تضليل. واكتب لي في الكومنتات، هل بتستخدم الكرياتين فعلا؟ حسيت بفرق معاكي ولا لأ؟ ولو عندك أي سؤال عن الجرعات أو الاستخدام الصح، سيبه تحت وأنا هرد عليك بنفسي. وشير الفيديو لأصحابك اللي بيلعبوا جيم، لأن المعلومة الصح ممكن تفرق في صحتهم ونتائجهم.